السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه يا رب؟ كلهم ألف خير. النهارده بابا هيحكي لنا قصة أم معبد. عارفين قبل قصة ما أم نبدأ معبد عملت إيه؟ اكسبلور في عصر الجرس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو بيهاجر قابله بعض المواقف. قصة أم معبد دي كانت من موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر هو وأصحابه. كان معاه طبعا أبو بكر كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حاجة. فهم ماشيين طبعا كان الأول صحراء. الصحراء اشتد عليهم العطش قوي. فهم عاوزين يشربوا او اي حاجه او ياكلوا او حاجه مفيش، فلقوا في خيمه بعيده فراحوا لها. لقوا ايه؟ واحده قاعده هناك. قال لها السلام عليكم. المهم سلموا عليهم. طب احنا ما عندكش ميه؟ قالت له لا مفيش ميه. مفيش اكل؟ قالت مفيش اكل. طب انت قاعده هنا لوحدك؟ قالت له لا ده انا جوزي معايا. جوزك مين؟ قال ابو معبد. فين؟ قالت له هو بيرعى الغنم. طب ما سابش، ما فيش اكل خالص ولا لبن ولا في اي حاجه في الخيمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بص من بعيد كده لقى معزه نايمه هفتانه خالص لدرجه ان اللحم كان مطفوح على العظم بتاعها. أنا عارفاه. كان ناشف نايمه خالص. فالمهم الرسول قال لها طب الشيت دي بتاعت مين؟ قالت الشيت ده هفتانه وما لحقتش تمشي ورا الغنم فسيبوها هنا. فقال لها هاتوها لي. بعدين حلبها. لا الرسول صلى الله عليه وسلم قام رايح حط ايده عليه وقعد يقول بسم الله بسم الله بسم الله. وقام مسمع عليه. قامت بتاعها اتملت، بس. بطنها اتملت وشبعت وقعدت تتبع من كتر بتاع الاكل. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم قام جايب ايه؟ قال لها هاتي لي اناء اللي هو الطبقه دي ملاها. وقام ماللها كتير، ماللها بتاع اسمه لبن كتير في البيت وقام ساقي. فقام رايح الرسول صلى الله عليه وسلم جه يسقي ابو بكر. ابو بكر قال له يا رسول الله انت الاول. قال له لا، ساقي الناس اخرهم. عارفين يعني ايه؟ يعني الواحد اللي بيسقي الناس او بيخدم الناس المفروض هو يبقى اخر واحد يشرب. فبعد ما الرسول مشي وابو بكر جوزها جه طبعا جه بقى من الصحراء وإيه بالغنم. فراح هناك والغنم ده اصلا مش بتاعته. لقى فعل ده لبن وبتاع. قال لها الخير ده كله منين؟ قالت له عدى علينا واحد حصل منه كذا وكذا وحكت له على اللي حصل. الله والله انه لرسول الله. ابو معبد عرف اللي هو رسول الله. احنا استفدنا من القصه دي ايه بقى؟ يا خلصت. استفدنا منها ايه؟ استفدت منها ايه يا محمد؟ مثلا وكمان هم جايين يعني اي حيوان يكون عطشان لازم يشربه. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بتواضعه وصل لغايه فين؟ اللي هو سقى الناس كلهم وشرب اخر واحد. استفدنا كمان اللي بركه الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده في كل مكان يروح. كل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيروحه البركه بتاعته بتحل فيه. واحترام الزوج لزوجها اللي هي ما رضتش تدخلهم. الا لما اتاكدت يعني ما دخلتهمش الخيمه. ده هم قعدوا قدام الخيمه بره. قعدوا بره وهي جابت لهم الحاجه لغايه هنا. مجرد ما الرسول مشى ايده على بطن المعزه او الشاه بطنها اتملت وحلبت لبن كتير والخير كتير. اول ما شاف الحاجه ومراته قالت له قال لا انه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. قصه حلوه ولا وحشه؟ حلوه طبعا. باي.